سنتكلم الآن بإذن الله تعالى على قول إمامنا الجزري: وحرف الاستعلاء فخم. أرجو أن تنتبهوا، معلش هذا البحث اليوم شوي دقيق وهام. لماذا هام؟ لأنه يتكرر في القرآن العظيم كثيرا، وكل أمر يتكرر في القرآن العظيم كثيرا تزداد أهميته، فانتبهوا إلى بحث التفخيم. قال إمامنا الجزري رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. هنا يتابع إمامنا الجزري ما بدأه في صفات الحروف لما قال عن حروف الاستعلاء، قال: وسبع علو خص ضغط قض حصر. وسبع علو يعني وسبع حروف مستعلية جمعوها بقولهم خص ضغط قض، ثم قال حصر يعني حصرت في هذه الحروف السبعة، خص ضغط قض. ولم يتكلم وقتها عن مع هذه الحروف السبعة ما وضعها من حيث التفخيم والترقيق. قال: وسبع علو خص ضغط قض. بعد قليل بعد أن انتهى باب التجويد قال: فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. طلب منا رحمه الله أن نرقق الحروف المستفلة، وتكلمنا عن هذا في حينه ولله الحمد. الآن في البيت 45 عاد ليقول لنا رحمه الله: وحرف الاستعلاء فخم. إذا صار فرققا مستفلا، بين لنا بأن المستفل حقه الترقيق، والآن يقول وحرف الاستعلاء فخم، وبين لنا بأن الحرف المستعلي حقه التفخيم. حرف الاستعلاء فخم. وأجمل الكلام قال فخم، ولم يبين لنا أكثر من ذلك في المنظومة الجزرية. لكن في كتبه الأخرى ككتاب التمهيد في علم التجويد لابن الجزري وغيره من الكتب بينت لنا هذا التفخيم. أولا نريد أن نعرف ما هو التفخيم. التفخيم تكلمنا عنه بسرعة لما تكلمنا على فرققا مستفلا من أحرف. قلنا بأن الترقيق نحول يعتري الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه، والصوت فيه لا ينضغط إلى قبة الحنك، بينما الحرف المفخم الصوت فيه ينضغط إلى قبة الحنك. يا ريت نشوف اللوحة التي عند البيت 45: وحرف الاستعلاء فخم وخصوصا لطباق أقوى نحو قال والعصا. تقدم أن التفخيم لغة التعظيم، واصطلاحا هو سمن يعتري الحرف فيمتلئ الفم بصداه. شو سبب ذلك؟ وذلك لأمرين، انتبهوا أيها الإخوة: لتضيق الحلق وتصعد صوت الحرف إلى قبة الحنك. لاحظوا على الصورة التي على يسار اللوحة هذين الأمرين. انظروا إلى لسان المزمار وقد رجع قليلا إلى الخلف وصار قريبا من الجدار الخلفي للحلق. الأمر الثاني بأن الصوت يصعد عند نطق الحرف المستعلي كالقاف مثلا إلى لما نقول قا قا، نجد بأن الصوت يتصعد إلى قبة الحنك إلى سقف الحلق فيصطدم به ويعود وله رنين يملأ الفم. عبرنا عن هذا الرنين بأنصاف الدوائر التي ترونها أمامكم. إذن هذه هي أيها الإخوة حقيقة التفخيم. نحن الآن دخلنا إلى داخل الفم البشري وبينت لكم حقيقة التفخيم. هذه هي حقيقته، لا علاقة للشفتين بالتفخيم. ما نراه من بعض إخواننا يزمون أو يضمون الشفتين إلى الأمام ويظنون أنهم يفخمون، فيقول أحدهم ولا الضالين، أو يقول خالدين فيها. يا أخي، خو هذه صارت مشمومة بضمة وليست مفخمة. قولك ولا الضالين أيضا نفس الشيء، صارت الضاد مشمة هي والألف التي بعدها بصوت الضمة والواو. لا يصح هذا. إذن علينا فقط عندما نريد أن نفخم حرفا أن نضغط صوته إلى قبة الحنك كما نرى في الصورة، فعندئذ يصطدم الصوت بقبة الحنك ويعود وله رنين يملأ الفم. هذا الرنين يسميه العلماء التفخيم، ويسمى الآن في علم الصوتيات بيسمونه الإيكو أو الصدى. نعم. خالدين، قائمين مثلا، أو هم قائلون، ولا الضالين. هذا هو التفخيم. بارك الله فيكم. والسطر الأخير من اللوحة
كتب عليه والتفخيم مستحق الاستعلاء. أشرت إلى هذا سابقا عندما شرحنا فرققا مستفلا من أحرفي، وقلنا بأن الترقيق مستحق الاستفال، وهنا نقول إن التفخيم مستحق الاستعلاء. ما معنى مستحق؟ المستحق أصلها مستحقق على وزن مستفعل، يعني ينتج عن الحق. الحرف المستعلي حقه انضغاط صوته إلى قبة الحنك، هذا حقه. مستحقه أن يكون مفخما، أن يمتلئ الفم بصداه، أن يتضيق الحلق عند نطقه. مجموع هذا العمل يؤدي إلى صوت تسميه العلماء مفخم. إذن متى يتفخم الحرف؟ إن انضغط صوته إلى قبة الحنك وعاد لسان المزمار وأحدث تضيقا في الحلق. هذا الأمر ناتج عن الاستعلاء، يعني التفخيم يحدث تلقائيا إن أتى الناطق بحرف الاستعلاء ناطقا به نطقا صحيحا. وحرف الاستعلاء فخم.